ترفعوني ولا ايه؟ في ايه؟ احنا المرة دي راكبين في الحوار. ما ينفعش كده ياخد صاحبنا من المنطقة. شيلك من جيبك. ما ينفعش تقول لنا اسكت عشان احنا مش هنسكت. المرة دي مش هنسمع كلام حد. هو في ايه؟ ما تتكلموا بأدب. انا مش فاهم منكم حاجة. في ايه يا ابو اسكندر؟ كل الموضوع جودة اللي عندي 200,000 فلوس شراكة. مرة واحدة قال لي هرفع ايدي. طب احنا لنا فلوس في السوق، قلت له اصبر عليا. قال لي انا هاخد فلوسي بطريقتي. ينفع؟ عمل ايه جودة؟ خطف ابني. ويمكن واخده بيلعب مع الواد ابنه ولا قاعدين عادي؟ مين اللي يأكد لك اللي هو خطفه؟ صحابه. تعال نروح لجودة. يلا. خليكوا هنا. وبعد كده مفيش صوت يعني على الكبير. حاضر يا عم عملوش. صباح الفل يا رجاله. اتفضل عليك يا روش. البونبونة بقى. كلمة واحدة أقولها لك. أنت رافع الواد ابن أبو اسكندر عشان ال 200,000 جنيه. رد. بصراحة يا لوشا مش بالظبط كده يا لوشا. لا يا لوشا، انت كل حكايه نطيت لنا فيها. هنط. طالما في رجوع حق أنا ناطط. واعدل لي عينيك. واو. مش هتكلم معاه. كلام معاك يا جودة. اقعد. كده يا جودة بعد 10 السنين تخطف ابني؟ ما عملتش حساب للعيش والملح. يا لوشا، ما دي فلوس يا لوشا. عشان كده احنا خدنا الوقت ومحتاجها يا لوشا. انتوا بتستعبطوا؟ وانت خطفت الواد عشان خاطر لك 200,000 جنيه عند زميلك؟ ايه يا اسطى؟ هتتحبس، هتنزل تعيط. انت كده خاين. الخيانة مبدأه كفيل الزمن يروق. انا عايز الواد دلوقتي والفلوس عندي. هذا الواد يا غرام. لا يا جود، خلص. ناولني الواد يا علي. اوامر يا معلمين. واعدل لي عينيك. عملوش حبيبي. قلبي. اوعى تسيبي الواد يا عم. خد يا عم. يا اسطى حد ضايقك؟ لا. خد يا عم اسكت. ايه يا عم جودة؟ بص حتى التيشيرت بنفسجي زي يا اخويا جودة. ال 200,000 جنيه عندي. يلا اسكت. الدايت باظ منك لله يا جودة. حد ياكل مع جودة يا صاحبي؟ مش انت اللي بتنسى نفسك في الاكل معاه؟ بس انت لما بتبدا يا لوشا. كلام خلصان. عملت ايه؟ يا رب تكوني بعتي كويس. بعتي بكام النهارده؟ عايز اجيب العلاج. بعت ب 150 جنيه يا بابا، وان شاء الله هكمل بقيه العيش واجيب لك فلوس العلاج. عايز ب5 جنيه عيش والنبي. خد يا شيك، امسك العيش كله شيك. فين 50 جنيه ايجار اليوم؟ ايه يا جوده في ايه ده؟ انا لسه على الله. هو ايه اللي فيها يا عم خالد؟ بقالها 15 يوم ما بتدفعش ارضيه. فتحناها سبيل يا حبيبي ولا ايه؟ انت تخرج منها بقى واحنا اولى نجيب فرشه ونقعد. طب يا عم جوده هنستفسح وبعد كده هنديلك اصبر على المية. هما ساعتين واجي اخد الفرش. شوف بقى تعمل ايه ماشي، بوشك ده. تعالي يا ملوكة. تعالي. البنوتة الشقيانة بقى. بحبك. قولي لي بقى مين مزعلك؟ قرد. حسبي الله ونعم. جود الله ينتقم منه يا معلم. عايز يجي ياخد الفرشه بعد ساعتين. كل ده عشان عليا ايجار متاخر ومش عارف اعمل ايه يا معلم لوش. وانا ما عملتش اصلا. حبش يجري اديله جودة.
اللهم الاعتراف. يا باشا ما تنزلوش في لقمه عيش، ده مكاني وانا بهجر. يا لوشة هتحكم بيه المرة دي عشان احنا اليومين الجايين هنهج من البلد بسببك. ما تهجوا ولا تدخلوا في 60 نسيبه. انا هكلمكم كلمتين، لادد معاكم الكلام امين، مش لادد معاكم الكلام خلص معاكم وبراحتكم. طب قول يا لوشا. شوف هتقول ايه يا لوشة واحنا معاك. بلاش افتراء على الغلابه. في ايه؟ لقمه عيشكم وايجاركم. الراجل تعبان والبنت شقيانه، خليكوا شوافين. حد طالب منكم مساعده ربنا اللي بعته ليكم يبقى تقفوا. ده الكلام اللي على الثابت، غير كده تبقى انتوا الاتنين على البايظ. ها ماشي كلامك يا عم لوشا. يلا يا عم سعيد، وفي كلام بعد كلام لوشا يا عم سعيد. يلا يا عم سعيد. قدرنا. ربنا يهدي النفوس ويقدرك على فعل الخير يا صاحبي. بص بقى يا ملك، انت جميلة قوي. شقاك وتعبك مع بابا عشان تعبان، ربنا يديك كل خير. بحبك. عايز اي حاجة تاني؟ لو عوزت اي حاجة انا معاكي. اتفقنا؟ انت قلقان من ايه؟ طالما بتراضي امك وبتحب الخير للناس ربنا يستر عليك. بستر ربنا ما تخافش عليا. انا واقف على ارض صلب. الكلام معايا خلصان. سلام لله. الله الله. مع الفل مع الملوش. قول يا رجاله ايه مبوظين كده ليه؟ في مشكلة كبيرة على الورث. الاخوات هتقطع بعضها. اخوات جودة بسبب الورث. محدش هيعرف يتكلم معاه وياخد حقه وباطل محل انت. ورث فلوس ولا ورث ايه؟ بص يا معلم، ابونا الحاج محمود المنوفي الله يرحمه قبل ما يموت كتب العماره اللي احنا قاعدين فيها باسم جوده. وجوده عايز يكوش عليها كلها. عليا الطلاق بالثلاثه، انا فيها اللي مكفيني وهضربه بالنار. يرضيك كده يا لوشا؟ جوده ياكل حقنا وياخد العماره كلها في كرشه. ده ما يرضيش ربنا، مش عارفين ناخد منه حق ولا باطل يا عم لوشا. انا هكلم لكم جودة طالما الموضوع على ورث، بس انا هروح اتكلم هناك، مش عايز اسمع صوت حد بعد اذنكم. امين. ماشي يا ريس. مين يا رياض؟ لا جودة، جودة ايه اللي انت عامله مع اخواتك عشان موضوع الورث ده؟ انا جاي لك يا اسطى دلوقتي. لا والله، لا انا جاي. سلام. يلا يلا. هو في ايه يا اسطى؟ ما تدي الناس والساعة. اسمع يلا. ايه يا لوشا في ايه؟ الوصيه باسمه مش هياخدوا حاجه. انا كلامي معاك بالراحه، لا الزله ولا العله. اكلمك عشان ليا فيك. ادي اخواتك حقهم واعمل بوصيه ابوك عشان تتستر معاك. اسمع بقى الكلام ايه القول. مش يجي معاك الكلام ده وشوف هم يعملوا معايا ايه. انا اللي هعمل وانت عارف ان انا هنفذ. هاخد منك الورقه وهدي اخواتك حقهم، وانت عارف هات عن طريقك عشان واللي يعز ويذل هحرقك. يا رب اسمع الكلام. خلاص يا لوشا هديهم حقهم.
ايوه كده. حبيبي يا انا قلت لكم لوشة. اقسم بالله طيب. حبيبي اخواتي قوم. حبايبي طيب. تعالى موكا عمر الدم تعالى بيبقى موكا مية. شفت اتسطرت معاك ازاي؟ حبيبي يا لوشة